في الفيديو ده مش عارف بالظبط عايز اتكلم على ايه. بس يعني ده اول فيديو يوتيوب تقريبا. مش اول فيديو اصوره. سوري. مش اول فيديو اصوره، بس اول فيديو اصوره بالعربي وما كنتش محضر كونتنت. كنت بصور قبل كده فيديوز على مدار السنة اللي فاتت، ممكن نقول سنة مش سنتين. السنة اللي فاتت كنت بصور كونتنت كتير ومستمر فيه على يوتيوب، منزل أكتر من 92 فيديو، بس معظمهم يا إما انجلش كونتنت. بظبط سكريبت بالانجلش وافضل اقوله ومش عارف ايه، وده طبعا كان بياخد مني وقت كتير جدا. ان انا مثلا لو فيديو يوتيوب مثلا 6 دقايق، فانا بضطر ان انا كل حاجه اقف. I wanted to jump in this and that، وافضل اقول في الكلام واقف واتلخبط. فالكلام ده كان بياخد مني وقت كتير ومجهود كتير جدا، وما كنتش عارف انا بعمل كده ليه. يعني ما كنتش عارف انا ليه بقدم كونتنت بالانجلش. كان الهدف ان انا عايز ابقى بيرسونال براند از شوبيفاي كونسلتنت في انجلترا وفي اوروبا عموما وفي امريكا، فاقدر ان انا اتشارج فلوس اكتر. ده كان الهدف الاول. وبعد كده الهدف اتحول من فلوس لما بقت شركتي روتسي في مصر بعمل فلوس كويسة، وما بقتش يعني طبعا فلوس مهمة وكل حاجة، بس ما بقتش هي اللي انت طول الوقت بتجري وراها زي في البداية، ان انت عايز تعمل فلوس وخلاص عشان دي الحاجة اللي تخليك تسرفايف يعني. بدأت بقى بالحتة دي ان انا عايز اعمل امباكت، مش عايز اعمل فلوس كتير. وكده كده الفلوس كده كده بتيجي. يعني ممكن كلامي يبان ان هو انت سنك صغير، انت مش عارف ايه، بس هي فلوس كده كده بتيجي، يعني 100% هي بتيجي. فبقى الموضوع اتحول ان انا عايز اعمل امباكت. طيب انت عايز تعمل امباكت، الامباكت بتاعك هيأثر اكتر في اوروبا ولا هيأثر اكتر في مصر؟ لو انا بتكلم عن الاندستري بتاعتي اللي هي شوبيفاي ديفلوبمنت، السيرفيسز اللي انا بقدمها في شركة روتسي اللي هي شوبيفاي ديفلوبمنت، فبره مصر هم في حتة واحنا في حتة تانية خالص. يعني هم واصلين لحاجات كتير جدا، واحنا لسه بنبدأ ان الناس الأنشطة التجارية اللي موجودة اوفلاين تبدأ تتنقل اونلاين. الناس الاونلاين دي يا اما بدأت اونلاين يا اما هم لسه شباب، فبيبدأوا ان هم لاحقين ان هم يطلعوا بالاونلاين، يعني من اوفلاين لاونلاين. بس في انشطة، ملايين الأنشطة التجارية في مصر اللي مش موجودة عندها ويب سايتس وما عندهاش اونلاين بريزنس يعني. طيب، طبعا لو جينا نتكلم في الاونلاين بريزنس في حاجات كتير جدا من ضمنها الويب سايت. يعني هنقول ماركتينج، هنقول سوشيال ميديا مانجمنت، هنقول 100,000 حاجة، هنقول فوتوغرافي، هنقول 100,000 حاجة. ومن ضمنها الويب سايت. الويب سايت يعتبر من وجهة نظري من كل ما انت بتقرب للبيمنت او كل ما انت بتقرب للدفع، فكل ما الخدمة اللي انت بتقدمها دي بتكون اغلى. يعني لو انا ببدأ من الاول خالص بالتصوير، مرورا بالسوشيال ميديا ماركتنج، مرورا بالميديا باينج، مرورا بالويب سايت ديفلوبمنت، كل ما بتبدأ ان انت تقرب قوي من البيمنت بيكون اغلى. عشان كده بنلاقي الميديا بايرز مثلا غاليين، بنلاقي البروجرامرز غاليين، عشان هم اكتر حاجة قريبة من الاند اوف جيرني، من دفع الفلوس. بس فشايف ان شوبيفاي ديفلوبمنت سيرفيسز مش اخد حقها في مصر والوطن العربي. طبعا حبيت ان انا بدل ما اعمل امباكت ده بره مصر، لا انا اقدر اعمله بره مصر. اقدر ارسم الخريطة للناس ان هي تبدأ تشتغل في المجال ده وتعمل فلوس كويسة جدا منه. ومش بس تعمل فلوس منه، لا هي كمان تأثر في الأنشطة التجارية اللي موجودة في مصر، تبدأ إن هي تطور من التجارة في مصر، من تجارة ريتيل لأونلاين سيلز وإي كوميرس. فطبعا حاسس إن الإمباكت ده هيبقى إمباكت متتابع. أنا بعمل إمباكت على شخص بيتفرج عليا، الإمباكت ده الشخص ده بينقل الإمباكت ده لشخص تاني، والموضوع يبدأ إن هو يعمل كده لحد ما الوطن كله أو البلد كلها كوطن عربي أو كبلدي مصر يعني، تبدأ إن هي تطلع واحدة واحدة. حتى لو بعمل إمباكت قد كده، بس هو في الأول في الآخر هو إمباكت وليه هدف وليه ميشن معينة وفيجن معينة. بس ده كان أول فيديو يوتيوب. يعني أتمنى إن كلامي يكون واضح، أتمنى تكونوا فهمتوا أنا عايز أتكلم على إيه الفترة الجاية. mainly على Shopify Development Services، وازاي الناس تقدر تبدأ فريلانسنج في الحتة دي، وازاي الناس تقدر ان هي تفيد البيزنس اونرز، وليه البيزنس اونرز محتاجين الفريلانسرز، وليه محتاجين يطلعوا الاي كوميرس وورد، وليه الاي كوميرس ستورز اللي اوريدي موجوده محتاجه فريلانسرز عشان يبداوا يطوروا من الستورز بتاعتهم ويعلوا بيها ويوصلوا لليفلز عاليه جدا، زي بنشوف بيج نيمز يعني على شوبيفاي زي جيم شارك
وزي سبانكس، حاجات كتير جدا يعني. بس اتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة، ولو اي حد عنده اي suggestions او comments يسيب لي تحت في الكومنتس، ويعني يومكم سعيد ان شاء الله.